معهد الرمد التذكاري. كتير من المصريين اللي عندهم أمراض في عينيهم بيزوروه، وطبعا أي حد رايح الجيزة لازم يعدي عليه. بس محدش سأل نفسه الاسم ده مقصود بإيه؟ مش كان كفاية يبقى اسمه معهد الرمد؟ إيه لازمتها بقى حكاية تذكاري دي؟ كده يبقى في ذكرى لحاجة. تفتكروا طلعت إيه؟ بلدي يا بلدي وأنا عايزة أروح بلدي، بلدي يا بلدي والسلطة خدت ولدي. تعرفوا إن الأغنية دي كان بيغنيها 500,000 فلاح مصري خطفتهم بريطانيا أيام الحرب العالمية الأولى، وسفروهم أوروبا عشان يشتغلوا لمصلحة الجيش الإنجليزي تحت اسم فيلق العمال المصري. 500,000 مصري من 12 مليون هو كل تعداد السكان في مصر وقتها. في الأول كانوا بيغروهم عشان يروحوا، ولما ما راحش غير عدد بسيط بقوا بياخدوهم بالقوة من كل قرى مصر. كانوا بيصطادوا الناس حرفياً من الشوارع ويربطوهم بالحبال ويرحلوهم على بره. 50,000 واحد منهم ماتوا واتدفنوا بره بلدهم. الأغرب بقى إن الإنجليز كانوا واخدين 3 مليون جنيه استرليني قرض من الحكومة المصرية عشان يصرفوا على الفيلق. وبعد شوية الإنجليز قالوا للحكومة معلش أصل إحنا مزنوقين شوية اليومين دول، تقوم الحكومة بجلالة قدرها تتنازل عن القرض. بعد الحرب بقى كان في لجنة إنجليزية مستقلة للبحث عن حقوق ضحايا الحرب من أجل الإمبراطورية، وفعلا جت اللجنة لمصر وبحثت تكريم الضحايا لل50,000، ووقع اختيار اللجنة على إنشاء نصب تذكاري ليهم مع بناء معمل لأبحاث الرمد. وبمرور الزمن اتنست الحكاية واستمر اسم المستشفى التذكاري.